وراجعت ليله الامتحان في ماده الرياضيات لاولى ثانوي بشكل كامل مجاني تماما على اليوتيوب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حبايبي في كل مكان. النهارده ميعادنا في اول حصه في مراجعه ليله الامتحان في ماده الرياضيات، وهنبدا بفرع الجبر. بس قبل ما نبدا تعالى ندردش شويه، وعايز اقول لك ان حصه النهارده هي شرح بس. اما بقى لو انت عايز حل فهتنزل حاله في الكومنتات تقول لي عايزين حل يا باشمهندس عشان اقدر اعمل لك حصه الحل. وعايز انبهك لحاجه بسيطه، ان انا ما اقدرش اساعد انسان مش عارف يساعد نفسه. يعني مثلا انت ممكن تبقى قاعد زي اخينا ده حاطط ايدك على خدك ومستني ينزل عليك وحي الهي عشان تقفل الامتحان، مع ان انت المفروض بتبذل جهد من اول شهر 2 لحد دلوقتي. يعني احنا تقريبا بنتكلم في مجهود 3 شهور. فاهم حاجه في الموضوع انك تساعد نفسك وانك تساعدني عشان اقدر افهمك بشكل كويس. عايز اقول لك كمان ان زي ما انت محتاج الشرح بتاعي، انا كمان محتاج الدعم بتاعك. والدعم هنا انا مش عايز منك اي فلوس، بالعكس المحتوى ده اصلا انت بتلاقيه في اي مكان بفلوس، وممكن تكون فلوس كتير، ولكن انا بقدمه بشكل مجاني تماما صادق على روح والدتي الله يرحمها. فكل المطلوب منك ان اولا تدعي والدتي بالرحمه، ثانيا تشير الفيديو ده لكل زمايلك، ثالثا تدخل الشانل الواتساب، رابعا تعمل اللي عليك، لانك لو ما عملتش اللي عليك كل اللي فات ده اكنه ما اتعملش. النهارده احنا هنشرح جبر، ومش هنزل اي حصه تانية الا لما حضرتك تنزل تحت في الكومنتات تعرفني انك فهمت فعلا اللي انا شرحته. ولو انت محتاج حل تحسسني فعلا انك عايز حل، مش مجرد كومنت والسلام بترميه انك عايز حل ولما انزلك الحل ما تشوفوش. ساعدني وساعد نفسك عشان نوصل للاخر للحاجه اللي احنا بنحاول فيها من اول السنه، وهي انك تفهم رياضه صح وتدخل الامتحان تقفل الامتحان ترضي نفسك وترضي اهلك عنك وترضي ربنا. يلا بسرعه هات ورقه وقلم وكوبايه شاي لو انت كيف شاي زيي، ويلا بينا نفهم الجبر. بعد ما شفنا المقدمه العظيمه دي، كوبايه الشاي زي ما قلت لك لو انت كيف شاي زيي، وهات ورقه وقلم ويلا بينا نبدا حصتنا. فكك بقى من عم محسن اللي قاعد لنا حاطط ايده على خده ده، وركز معايا عشان النهارده هنخلص شرح الجبر ونقضي عليه، والحصه الجايه هنحل ونكون كده خلصنا من الفرع ده كله. منهج الجبر عندي كان متقسم عده مواضيع. اول موضوع فيهم هو موضوع المصفوفات. سمي الله يلا صلي على رسول الله، وتعالى ندخل معانا في اول موضوع وهو المصفوفات. وده كان موضوع جواه عده مواضيع اصلا، زي ايه؟ زي تعريف المصفوفه، زي حاجه جديده عليا اسمها نظم المصفوفه، زي انواع المصفوفه نفسها، زي كمان ازاي اضرب عدد في مصفوفه 2 في الف 3 في الف 4 في الف، وزي كمان ازاي ادور المصفوفه، وامتى مصفوفتين يكونوا اصلا بيساووا بعض، ولو انا عندي قاعده ازاي اعمل من القاعده دي مصفوفه كامله. دي كلها مواضيع بسيطه. يلا نبدا وندخل في موضوع المصفوفات. المصفوفات يا سيدي كان بيجيب لي الف بيساوي وقوسين كبار كده، وكنت تلاقي ساعات عمودين وصفين، 3 صفوف وثلاث اعمده، 3 صفوف وعمودين، عمودين وثلاث صفوف. هو ايه فايده عمودين وثلاث صفوف دي؟ قال لك دي حاجه اسمها نظم المصفوفه. يعني ايه نظم مصفوفه؟ نظم المصفوفه دي عدد الصفوف في عدد الاعمده. فيجي يقول ان المصفوفه الف دي على النظم 2 في 3. يعني على النظم في 2 في 3 يعني فيها صفين وفيها 3 اعمده. طب لو قال لي 3 في 3 خلاص 3 صفوف و3 اعمده. طب ازاي اقدر احدد موقع عنصر في مصفوفه؟ يعني مثلا هو عايز العنصر الف واحد واحد. يعني ايه الف واحد واحد دي؟ الرقمين اللي جنب الالف دول هما اللي بيدلوا على موقعه. اول رقم فيهم بيدل على الصف بتاعه، وتاني رقم فيهم بيدل على العمود. اذا انا عايز العنصر الف اللي موجود في الصف الاول في العمود الاول، اللي هو فين؟ اللي هو العنصر 5. طب انا عايز جذر العنصر الف 2 3. تعال نجيب العنصر الف 2 3 ده اصلا ده يعني ايه؟ الف اللي في الصف الثاني اللي في العمود الثالث. ادي الصف الثاني اهو. العمود الثالث فين؟ ادي العمود الثالث اهو. اذا فين المشترك اهو؟ 9. والجذر 9 بكام؟ ب3. اوعى تروح تقول جذر 9 بموجب وسالب 3، هي 3 بس. طب لو جه قال لي تلت الف 1 2، خلاص احنا عرفناها بقى. الف 1 2 تعال نجيبه. ادي التلت زي ما هو في الف 1 2. يعني ايه؟ يعني الف في الصف الاول العمود الثاني اللي هو بايه؟ بسالب 3. تلت في سالب 3 تطلع بسالب 1. الموضوع بسيط وابسط من البساطه، احنا بس بنسخن في المصفوفات. نخش في الموضوع اللي بعده، ازاي اضرب عدد في مصفوفه. جايب لي مصفوفه 2 في 2 وعناصرها 4 1 5 سالب 3 وعايز 2 الف. هقول له الموضوع ابسط من البساطه، وافتح له القوسين بتوع المصفوفه وهضرب الاثنين في جميع عناصر المصفوفه الاصليه. يعني ايه الكلام ده؟ 2 في 4 بكام؟ ب8. 2 في 1 ب2. 2 في 5 ب10. 2 في سالب 3 بسالب 6. 2 في 3 ب6 مش ب9. اوعى تتلخبط يالا. 2 في 3 ب 2 في سالب 3 بسالب 6. وتطلع دي النتيجه اللي هو عايزها. كاتب لي تحت ملحوظه مهمه قوي لازم اخد بالي منها. بيقول لي مهما تضرب المصفوفه في اي عدد فان المصفوفه الناتجه تكون على نفس نظم المصفوفه الاصليه. يعني ايه الكلام ده؟ انا عندي المصفوفه الف اللي هي المصفوفه
الاصليه ضربتها في 2 على نظم ايه؟ 2 في 2. لما ضربتها في 2 المصفوفه الناتجه كانت على كام؟ 2 في 2 برضه، صفين وعمودين. طب انا ضربتها في 5 في 10 في 6، هل ده هيغير نظم المصفوفه الجديده؟ مش هيغير فيها حاجه، هتفضل على نفس نظم المصفوفه القديمه. يلا يا سيدي نخش في اللي بعده على طول. وعايزين ندور المصفوفه. مديني مصفوفه 2 في 3 وعايز يجيب الف مدور. لازم تبقى عارف حاجه مهمه بقى في المدور دي. احنا قلنا هنا ايه؟ المصفوفه دي 2 في 3. عشان تدور المصفوفة هتعكس الصفوف مع الأعمدة، يبقى المصفوفة الناتجة 3 في 2. طب لو هي مصفوفة 3 في 1 لما ادورها تبقى 1 في 3. طب لو 2 في 2 ما هي هتفضل 2 في 2. ولو 3 في 3 هتفضل 3 في 3. إذا المصفوفة الناتجة هتبقى 3 صفوف وعمودين 2. هاخد الصف الأول ده كله يبقى هو العمود الأول 5 4 6، والصف الثاني يبقى هو العمود الثاني 3 7 2، وتكون دي هي المصفوفة لما تتدور. جايب لي مثال تاني بيقول لي ب مصفوفة 1 سالب 2 6. دي نظامها ايه؟ 1 في 3، وهي صف واحد وثلاث أعمدة. لما ادورها تبقى كام؟ 3 في 1، 3 صفوف وعمود واحد. ما هو انا الصف ده هنقله يبقى عمود، يبقى 1 وسالب 2 و6. مديني برضو ملحوظة في الجنب في الاستخوب بصراحة ما تقولهاش لحد. ألف مدور، الكل مدور تساوي ألف. يعني إيه الكلام ده؟ أنا مش عندي هنا في المثال الأولاني ألف لما دورتها بقت إيه؟ 3 صفوف وعمودين. طب لو أنا عايز أجيب ألف مدور ده أدوره تاني هيساوي إيه؟ 5 4 6 و3 7 2. المصفوفة ده إيه؟ مش بتفكرك بحاجة؟ بتفكرني طبعا، بتفكرني بالمصفوفة الأصلية اللي هي ألف. إذا لو أنا دورت المصفوفة اللي أنا لسه مدورها هتديني المصفوفة الأصلية. خش يلا في الحتة اللي بعدها. أنواع المصفوفة. هي المصفوفات لها أنواع؟ يا ابني المصفوفات لها أنواع كتير. أول حاجة مصفوفة الصف، هي كلها عبارة عن صف واحد فقط. أمال إيه اللي بيتغير؟ العواميد. طب مصفوفة العمود عكسها بالظبط، عمود واحد فقط، الصفوف هي اللي تتغير. طب مصفوفة مربعة. مصفوفة مربعة يعني على نظم 2 في 2، هي دي المصفوفة المربعة. طب المصفوفة الصفرية هي مصفوفة كل عناصرها تساوي صفر. طب ايه النوع اللي بعده؟ المصفوفة القطرية. ايه المصفوفة القطرية دي؟ المصفوفة القطرية هي مصفوفة صفرية، وخد بالك من المصطلحات لان ممكن تجيلك في اختياري. قطرها الرئيسي ليس أصفار. طب ممكن تديني تعريف تاني؟ هي مصفوفة صفرية جميع عناصرها صفر ما عدا القطر الرئيسي. كلام واضح وكلام ابسط من البساطه. جايب لي بعدها مصفوفه وبيقول لي مصفوفه الوحده. ايه مصفوفه الوحده دي؟ اعرفها له. هقول له هي مصفوفه قطريه جميع عناصر القطر الرئيسي واحد. يبقى انت عرفت تطلع كل مصفوفه من المصفوفه اللي قبلها. عرفت مصفوفه الصف اللي بتتكون من صف واحد، مصفوفه العمود اللي بتتكون من عمود واحد، المصفوفه المربعه اللي على نظم 2 في 2، المصفوفه الصفريه اللي جماعه عناصرها صفر، المصفوفه القطريه اللي هي اصلا مصفوفه صفريه بس القطر الرئيسي فيها بارقام مش صفر ومش واحد، وعرفت كمان مصفوفه الوحده اللي هي مصفوفه قطريه بس القطر الرئيسي بتاعها وحايد. خش يا باشا على الموضوع اللي بعده. قال لك في حاجه اسمها المصفوفه المتماثله والمصفوفه شبه المتماثله. انا هفرق ما بينهم ازاي؟ تعال شوف المثال. مصفوفة ألف هنا دي 3 في 3 ومدينا عناصرها 1 4 5 4 2 7 5 سالب 7 3. خد بالك إن عندك دي سالب 7 برضه، الاتنين سالب 7 زي بعض. تعال نجيب مدور المصفوفة دي، تعال ندورها. مش هي 3 في 3؟ لما تتدور تبقى إيه؟ تبقى 3 في 3 برضه. آدي الصف الأول خليه العمود الأول 1 4 5، الصف الثاني خليه العمود الثاني، الصف الثالث خليه العمود الثالث. إيه اللي أنت ملاحظه؟ أنا ملاحظ يا هندسة إن ألف مدور دي هي ألف، يعني ألف ناقص ألف مدور هتساوي صفر. إذا المصفوفة المتماثلة مهما دورها هي نفس المصفوفة ما بتتغيرش. أمال إيه شبه المتماثلة دي؟ تعال نجيب له كده مدور من المثال اللي هو مديهوني ده. تعال ندور المصفوفة.
خد الصف الاول صفر 2 سالب 3، الصف الثاني خلي العمود الثاني يبقى سالب 2 صفر 4، والصف الثالث يبقى العمود الثالث 3 سالب 4 صفر. انت ملاحظ ايه يا هندسه؟ اقول لك انا ملاحظ ايه، ان العناصر حوالين القطر الرئيسي اللي هو صفار اتعكست، اللي كان موجب بقى سالب واللي كان سالب بقى موجب. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ألف بتساوي سالب ألف مدور. يعني ايه برضو الكلام ده؟ يعني ألف زائد ألف مدور بتساوي صفر. يبقى ايه الفرق ما بينها وبين المصفوفة المتماثلة؟ ان ألف ناقص ألف مدور بصفر، انما المصفوفة شبه المتماثلة ألف زائد ألف مدور بتساوي صفر. خش يا باشا على مثال بسيط على موضوع المصفوفة المتماثلة وشبه المتماثلة ده. بيقول لي إذا كانت المصفوفة 5 2 س 8 سالب 4 سالب 3 6 س زائد ص و6 و4 متماثلة، اوجد قيمة س وص. احنا قلنا متماثلة يعني ايه؟ يعني المصفوفة بتساوي المدور بتاعها. هات له المدور من دي كده، يبقى 5 2 س 8 وسالب 4 سالب 3 6 س زائد ص 6 4. من هنا اعمل ايه؟ شوف العنصر عند العنصر وهاته، وادي عنصر عند العنصر اللي زيه، ما المصفوفتين بيساووا بعض. من هنا اقدر اقول ان 2 س هتساوي سالب 4، يعني السين اقسم على الاتنين في الناحيتين تطلع ب2. طب ومن هنا هقول له س زائد ص بيساوي 8. السين معايا ايه؟ دي سالب 2 يا ولا مش 2؟ السين معايا بسالب 2، يبقى الصاد سالب 2 لما تروح من الناحيه التانيه تروح باشاره مختلفه، يطلع الصاد ب10. وقبل ما نكمل نشرب بق ميه لازم افكرك انك ايه، في وسط ما انت بتذاكر تشرب ميه، تقوم تاكل سندوتش، تفصل نفسك بحاجه بس ترجع تكمل. ما تقومش تجيب سندوتش تروح تتفرج بقى على مسلسل ولا اي حاجه، اشرب وتعال نكمل. موضوع الميه ده ولا مهم والله، لازم تشربه دايما على الاقل خالص 3 لتر في اليوم، لان انتوا طبعا مقصرين مع نفسكم في حوار الميه ده. زمان كل واحد كليته بتصرخ يعني. ما علينا من الموضوع ده، هنخش في الموضوع اللي بعده، وهو امتى المصفوفتين يساووا بعض. قال لك لازم شرط مهم قوي، وان اللي لازم يكون ليهم نفس النظم. يعني ما ينفعش مصفوفه 2 في 2 تساوي مصفوفه 2 في 3، وما ينفعش مصفوفه 3 في 3 تساوي مصفوفه 2 في 2. لازم الاثنين على نفس النظم. مديني مثال، ادي مصفوفه 2 في 2 بتساوي مصفوفه 2 في 2، يبقى كده الشرط متحقق. اوجد قيمه س وص. انا هاخد العنصر اللي فيه س وهساويه بالعنصر المناظر ليه، يبقى 2 س ناقص 5 هتساوي 25. من هنا اقول له 2 س هتساوي الخمسة هتروح هناك بالموجب يعني 30، يطلع من هنا ان السين بتساوي 30 على 2 ب15. طب والصاد اقول له 3 صاد زائد 12 هتساوي، ما هو ده فين المناظر بتاعه؟ هناك الناحية التانية اهو، صاد زائد 18. هات الصادات عند بعضها والارقام عند بعضها ترتاح، ومعروفة دايما ان الصغير هو اللي يروح للكبير، هي دي العادات والتقاليد والصح اللي احنا اتربينا عليه. ودي 18 ناقص 12، 3 صاد ناقص صاد يعني 2 صاد، 18 ناقص 12 ب6، يطلع من هنا ان الصاد بتساوي 3. خش بقى على الموضوع اللي بعده، واحنا شكلنا كده ايه بننجز في موضوع الجبر ده، وهنخلصه في حصه ان شاء الله ما تكونش اكتر من ساعه. اللي عليه الدور يا سيدي بيقول لك تكوين مصفوفه. انا قلت لك في اول الحصه العنصر بيدل ازاي على المصفوفه. لما اقول لك الف واحد واحد يعني موقعه في الصف الاول والعمود الاول. طب الف 3 3 في الصف الثالث والعمود الثالث. طب لو جاب لي قاعده مصفوفه على شكل قاعده وقال لي كون لي المصفوفه، اكونها ازاي؟ تعال نقرا المثال ونشوف. بيقول لي الف مصفوفه فيها الف س ص يساوي س ص. يعني ايه؟ تعال نفهم الحته دي. قال لي الف س ص يساوي، انا كنت فاكر ان الف س ص ده مثلا الف واحد واحد، يعني السين ده اهو بيدل على رقم الصف والصاد ده اهو بيدل على رقم العمود. كلام مظبوط. هو مديني القاعده بيساوي ايه؟ بيساوي س ص. يعني لو انا عايز العنصر اللي مكانه واحد واحد هضرب الواحد في الواحد، لو انا عايز العنصر اللي مكانه 3 3 هضرب التلاتة في 3. يعني ايه الكلام ده؟ تعال نمسح بس الايه الموضوع ده ونرجع نكمل تاني المثال، لانه كاتب لي قاعده مهمه قوي. السين تنتمي لواحد واثنين والصاد تنتمي لواحد واثنين وثلاثه. ده معناه ايه؟ معناه ان نظم المصفوفه 2 في 3، عشان برضه ما تروحش ايه تهبل وتجيب من دماغك عناصر مش موجوده. ادي يا سيدي المصفوفه بتاعتنا 2 في 3. العنصر الاولاني الف واحد واحد، تعالى نكتبهم الاول وبعد كده ايه نشيلهم ونحط الارقام اللي بتدل عليهم.
ادي كده الصف الاولاني. الصف الثاني الف 2 1 الف 2 2 الف 2 3. انا عايز الف 1 1. قلنا هنضرب الرقمين، واحد في واحد بكام؟ بواحد. طب الف 1 2 يعني واحد في 2 ب2. الف 1 3 واحد في 3 ب3. الف 2 1 ب2. الف 2 2 ب4. الف 2 3 الاتنين في 3 مش ب5 ياد، غلط بقت ب6. 2 في 3 ب6. ركز قوي كده يا باشا. كونا له المصفوفه. في امثله كتير وحاجات كتير هنحلها في حصه الحل، فما تفوتش حصه الحل. عرف زمايلك بالمحتوى ياد ودخلهم جروب الواتس ياد، الموضوع مهم ياد، ما تاثرش ياد. خش يلا في اللي بعده. جمع وطرح المصفوفات. اسهل حاجه في الدنيا هو جمع وطرح المصفوفات، بس تبقى مركز في الطرح عشان الاشارات. ادي يا سيدي مصفوفه 2 في 2 عايز يجمعها على مصفوفه 2 في 2. هو الطرح للشروط نفس الشروط تساوي مصفوفتين. ما ينفعش اجمع مصفوفه على مصفوفه او اطرح مصفوفه من مصفوفه الا لو كان النظم متساوي. فمديني مصفوفه 2 في 2 عايز يجمعها على مصفوفه 2 في 2. هعمل ايه؟ هجمع العناصر المتناظره. 3 و4 7، 1 و5 6، سالب 2 وسالب 6 سالب 8، سالب 7 و9 موجب 2. ادي يا باشا الحل بتاعنا المصفوفه جبناه. طب الطرح خد بالك من الاشارات. 9 ناقص 5 4، 2 ناقص 7 سالب 5، سالب 3 ناقص 4 بسالب 7، 1 ناقص سالب 3 يعني ايه؟ يعني 1 زائد 3 اللي هو 4. خلصنا يا باشا من الجمع والطرح. طب ما احنا ممكن ندخل الجمع والطرح وضرب عدد في مصفوفه كله في سؤال واحد زي المثال اللي قدامك. مدينا 3 مصفوفات الف وب وج، وعايز يوجد 2 الف ناقص 3 ب زائد 5 ج. عندك سكتين عشان تحل المساله دي. يا اما تجيب 2 الف لوحدها و3 ب لوحدها و5 ج لوحدها وبعد كده تعمل عمليه الجمع والطرح، يا اما تجيبها كلها مره واحده. وانا شايف بصراحه انك راجل كبير وفاهم وتقدر تجيب مره واحده. هات لي 2 الف على طول كده بالنظر. يلا 2 في 2 ب4، 2 في 5 ب10، 2 في 3 ب6، و2 في سالب 4 بسالب 8. ولو انت شايف ان ده موضوع صعب هاتها لوحدها وبعد كده ايه جمع في الاخر. ناقص هات لي 3 ب، 3 في سالب 1 بسالب 3، 3 في 4 ب 12، 3 في 9 3 في 9 ب 27، 3 في سالب 2 بسالب 6. طيب هات لي يا باشا 5 ج. يلا 5 في 6 ب 30، 5 في سالب 1 بسالب 5، 5 في سالب 3 بسالب 15، 5 في 5 ب 25. يلا يا باشا جمع لي ده كله. لو انت حيران في الجمع ممكن تجمع 2 مع بعض وبعد كده تجمع التالتة عليهم، بس يلا نجمعهم مرة واحدة زي ما قلنا. خلاص انت واد شطور. 4 ناقص سالب 3 يعني 4 زائد 3 ب7، 7 زائد 30 يبقى 37. 10 ناقص 12 سالب 2، سالب 2 وسالب 5 سالب 7. 6 ناقص 27 بسالب 21، سالب 21 وسالب 15 تطلع سالب 36. سالب 8 ناقص سالب 6 يعني زائد 6 تطلع بسالب 2، سالب 2 و25 تطلع 23. وخلصنا المسألة اللي هو كان عايزها واللي ساعات انت بتشوفها طويلة بس هي مش طويلة. المثال اللي بعده يا سيدي مديني مصفوفتين أ وب وبيقول لي اوجد المصفوفة س حيث أ زائد س مدور بيساوي 2 ب. تعالوا نجيب س مدور دي في طرف لوحدها هتساوي 2 ب ناقص أ. احنا بقى عايزين نجيب 2 ب ناقص أ دي. تعال نجيب 2 ب ناقص أ هتساوي الب اضربها في 2، 2 في 2 ب4، 2 في 7 ب14، 2 في 3 ب6، و2 في 1 ب2 ناقص الألف حطها زي ما هي. اطرح يلا يا باشا. 4 ناقص 1 3، 14 ناقص سالب 1 15، 6 ناقص 2 4، 2 ناقص 3 بسالب 1. احنا كده جبنا ايه؟ 2 ب ناقص أ. هو كان عايز دي؟ لا ده دي كانت بتساوي س مدور. انا عايز اجيب س. طب لو انا معايا س مدور وعايز اجيب من س اعمل ايه؟ اعدي لها مدور كمان. ما احنا قلنا المدور مع المدور بيديك المصفوفه الاصليه. دور لي يا باشا المصفوفه اللي معاك دي تبقى 3 15 4 سالب 1. وهو ده يا باشا اللي احنا عايزين نجيبه في المساله. خش على طول في اللي بعده. وبيقول لي خواص جمع المصفوفات. هو جمع المصفوفات ليه خواص؟ والله ليه خواص. قال لك اول خاصيه اللي هي الابدال. يعني ايه؟ يعني لو عندي مصفوفه أ زائد ب تساوي نفس المصفوفه ب زائد أ. والمحايد الجمعي. المحايد الجمعي ايه؟ المصفوفه الصفريه اللي كل عناصرها صفر. لو جيت جربت تزودها على اي مصفوفه مش هتختلف، هيديك نفس المصفوفه. مديني برضو قاعده مهمه. أ زائد ب لكل مدور بتساوي أ مدور زائد ب مدور. وخد بالك من قاعده زي دي بتحل لك مسائل كتير معصلجه معاك. كمان يا سيدي المعكوس الجمعي. أ زائد سالب أ يعني مصفوفه زائد المعكوس الجمعي بتاعها يديك المصفوفه الصفريه. شويه خواص كده ايه
كان لازم تعرفها. ادي يا سيدي ضرب المصفوفات، وده بالنسبه لي يعني ايه، هي الحته اللي بتحصل فيها لخبطه، هي مش تقيله ولا حاجه بس بتحصل فيها لخبطه. قال لك في شرط مهم في ضرب المصفوفات، عشان تضرب مصفوفه في مصفوفه اعمده المصفوفه الاولانيه لازم تساوي صفوف المصفوفه الثانيه. يعني ايه؟ يعني عندي الف على نظم 3 في 2، عشان اضربها في حاجه لازم تبقى ايه، انا ناهي ب2 هنا اهو، لازم ابدا ب2 عشان اعرف اضربها. هضربها في مصفوفه 2 في 3. طب ممكن اضربها في مصفوفه 2 في 1؟ ممكن اضربها في مصفوفه 2 في 2. اضرب اي مصفوفه في اي مصفوفه، اهم حاجه عندي ان اللي ناهي به النظم في المصفوفه الاولانيه هو اللي يبتدي به النظم في المصفوفه الثانيه. طب والناتج هيطلع مصفوفه عامله ازاي؟ الرقم اللي انت سبته بقى 3 في 3. طب لو هي 1 في 2 هتضرب في 2 في 1 يبقى مصفوفه 1 في 1. ده كل موضوع ضرب المصفوفات. وخد بالك من نقطه، ان الضرب غير ابدالي، يعني ما اعرفش اقول ان الف ب بيساوي ب الف، الموضوع هيختلف. شعر ده ولا ايه؟ يلا ما علينا. مديني مصفوفتين الف وب وعايز قيمه الف ب. ادي يا سيدي الف ب، وتعالى نعرف احنا بنضرب ازاي. قال لك يا سيدي خد اول صف الاول اضربه في اول عمود يديك العنصر الاولاني. يعني ايه الكلام ده؟ انا عندي اول صف اهو، العنصر الاولاني في العنصر الاولاني 2 في 1 ب2، زائد العنصر الثاني في العنصر الثاني سالب 1 في سالب 1 ب1. كده جبنا عنصر في المصفوفه. طب نعمل ايه؟ خد نفس الصف اللي انت فيه ده اهو، الصف الاولاني اضربه في العمود الثاني، 2 في صفر بصفر، زائد سالب 1 في 5 بسالب 5. ماشي يا سيدي. خش على طول الصف اللي بعده على طول، هتعمل فيه ايه؟ هتضربه في العمود الاولاني، 4 في 1 ب4، زائد 3 في سالب 1 بسالب 3. اضربه في العمود الثاني هو نفس الصف، 4 في صفر بصفر، زائد 3 في 5 ب15. تيجي تبص تلاقي هنا جمع، يلا 2 زائد 1 3، صفر وسالب 5 سالب 5، 4 ناقص 3 بواحد، وصفر زائد 15 ب15، وتبقى كده ضرب طول المصفوفتين. طيب يا سيدي المسألة اللي بعدها مديني مصفوفتين أ وب، وبيقول لي اوجد قيمة أ ب مدور. الكلام بسيط. تعال نشوف الأول برضو إيه، نعرف إحنا هينفع نضربهم في بعض ولا لأ. المصفوفة الأولانية دي على نظم 1 في 3، صف 1 و3 أعمدة، والمصفوفة الثانية دي على نظم 3 في 1. يبقى الكلام بسيط، يبقى التلاتة زائد 3 يبقى المصفوفة الناتجة 1 في 1. نيجي نقول له أ ب هتساوي، يلا يا باشا الصف الأولاني 4 في 5 ب20، زائد 2 في سالب 6 بسالب 12، زائد سالب 1 في 4 بسالب 4. اجمع له دول كلهم يا باشا، 20 ناقص 16 تطلع 4. هو عايز ايه؟ أ ب مدور. طب ما كلام بسيط هندورها له، هو عنصر واحد مهما تدور فيه هو نفس العنصر. في المسألة اللي بعدها جايب لي مصفوفتين مضروبين في بعض وبيساوي مصفوفة، وبيقول لي اوجد قيمة س ص. عندي طريقتين احل بيهم المسألة دي، يا اما اقسم على المصفوفة اللي جنب اللي احنا عايزين نجيبها دي ونوديها الناحية اللي هناك، بس دي طريقة انا شايفها مرهقة دلوقتي يعني. او طريقة تانية اضرب المصفوفتين دول في بعض وساوي المتناظر، ودي اسهل حاجة. يلا نضرب المصفوفتين اللي على اليمين دول في بعض، اولا هما 2 في 2 فهينفع ايه يتضربوا. خد يا باشا ايه الصف الاولاني، 2 في س ب2 س، زائد 3 في 3 ب9. ما تروحش تضرب الصف الاولاني في الصف الاولاني، تبقاش كده ايه شبه الناس اياها يعني. اضرب الصف الاولاني في العمود الاولاني تجيب عنصر اولاني، اضرب الصف الاولاني في العمود الثاني تجيب العنصر الثاني. 2 في 7 ب14، زائد 3 في ص ب3 ص، تحت 4 في س، زائد 3 في 5 ب15، 4 في 7 ب28، زائد 5 في ص ب5 ص. دي هتساوي المصفوفة أصلا اللي هو مديها لنا. تساوي يا باشا المتناظر 2 س زائد 9 بتساوي 7. من هنا 2 س هتساوي وادي السالب 9 هناك تبقى بسالب 2، وهو 7 ناقص 9 بسالب 2، يطلع من هنا الس بسالب 1. خد يا باشا أي حاجة هات منها الصاد، ادي 14 زائد 3 ص هتساوي 8، يبقى ال3 ص هتساوي، ودي ال14 هناك بإشارة مخالفة تطلع سالب 6. اقسم على 3، من هنا نقدر نقول إن الصاد بسالب 2، وهو ده اللي هو عايز يجيبه. كده يا باشا نكون خلصنا شرح، أنا بتكلم بس على شرح عشان ما ترجعش تقول لي يا هندسة أنت ما حلتش، لسه هنحل الحصة الجاية. كده أنا خلصت شرح مصفوفات أولى ثانوي كلها. ندخل على الموضوع الثاني في الجبر، وهو موضوع المحددات اللي انا بشوفه امتع درس في الدنيا وبتفضل تستخدمه اولى ثانوي وثانيه ثانوي وثالثه ثانوي. دخلت هندسه تفضل تستخدمه في اعدادي هندسه، وفي اولى ايا كان دخلت ايه، مدني ميكانيكا عماره كهرباء حاسبات، دخلت ذكاء اصطناعي. المحددات
شغاله معاك لحد ما تموت طالما انت قررت تدخل مجال في الرياضه. فركز معايا في المحددات عشان الموضوع اسهل من السهوله. وقبل ما ندخل في المحددات انا بقول لك ما تنساش تشرب بق ميه، لان الموضوع بصراحه كل ما بنطول كل ما الواحد بيعطش، ولازم تغذي جسمك بشويه ميه. اول موضوع معانا في المحددات اسمه محدد الرتبه الثانيه، اللي هو زي المصفوفه 2 في 2 بس محدد. بعده محدد الرتبه الثالثه اللي هو كان مصفوفه 3 في 3 بس المره دي محدد. ثالث موضوع حاجه اسمها المصفوفه المثلثه. رابع موضوع ايجاد مساحه مثلث عن طريق المحددات. خامس موضوع اثبات ان النقط على استقامه واحده ولا لا. والموضوع الاخير حل المعادلات بطريقه كرامر. وخد بالك طريقه كرامر وايجاد مساحه مثلث بيفضلوا شغالين معاك لحد ثالثه ثانوي، وخصوصا في الهندسه الفراغيه. يلا يا باشا نخش على محدد الرتبه الثانيه ونفهم بنجيب قيمته ازاي. قال لك يا سيدي الموضوع ابسط من البساطه. بتضرب عناصر القطر الرئيسي في بعض، يعني 3 في 4 ناقص عناصر القطر الفرعي في بعض 2 في 5. وما اظنش ان انت خلاص وصلت اولى ثانوي وما انتش عارف ان الضرب الاولويه الاول. نعمل الضرب الاول وبعد كده نطرح. لو انت بتتكلم في الحاجات دي فانت محتاج ترجع لسنه اولى ابتدائي بقى تاخد اساسيات. 3 في 4 ب 12 ناقص 2 في 5 ب 10، يعني قيمه المحدد ده ب 2. تعال ناخد مثال. بيقول لي حل لي المعادله دي. احلها لك يا باشا. ما احلها ليه؟ اضرب يا باشا، ده محدد، فك لي المحدد. اضرب القطر الرئيسي في بعضه، كاف في 2 كاف ناقص 2 في 3 ده كله بيساوي 0، يعني 2 كاف تربيع ناقص 6 بيساوي 0. من هنا 2 كاف تربيع بتساوي ودي 6 هناك بإشارة مخالفة، يعني نقدر نقول إن الكاف تربيع بتساوي 6 على 2 فيها 3. يعني من الآخر الكاف بتساوي موجب وسالب جذر 3. واوعى تنسى يا واد الموجب والسالب عشان الموجب والسالب ده مهم. وكده نكون خلصنا محدد الرتبة التانية. ندخل على طول في محدد الرتبة التالتة اللي فكه بيزيد سنة بس على محدد الرتبة التانية. بيزيد بيزيد حاجة اسمها قاعدة الإشارات. يعني إيه قاعدة الإشارات دي؟ لازم تحفظ كل عنصر إشارته في قاعدة الإشارات. موجب سالب موجب سالب موجب سالب موجب سالب موجب. من الآخر مفيش عنصر جنب عنصر إشارتهم واحدة. ابدأ من العنصر الأولاني بالموجب واكتب بقى موجب، يبقى اللي جنبه سالب يبقى اللي جنبه موجب. أنزل في الصف اللي تحت، أنا كنت فوق موجب، يبقى أبدأ بسالب سالب موجب سالب. الصف الأخير موجب سالب موجب، وهكذا. بنحل المحدد بقى إزاي؟ تعال نحل المحدد اللي قدامنا ده. واجي اقول له ان الف بتساوي، اختار صف او عمود تبدا بيه، ويستحسن لو عندك في حاجه فيها صفر ابدا فيها. انا عندي فين الصفر؟ في الصف الاولاني. هاخد الصف الاولاني واحل. اخد اول عنصر في الصف. اول عنصر 3. اروح ابص على اشارته في قاعده الاشارات موجب، يبقى ينزل زي ما هو 3 وافتح قوس. هلغي صفه والغي عموده، هيتبقى لي محدد رتبه تانية. احل محدد الرتبه التانية. شيل بس الفعكشه اللي احنا عملناها دي. يبقى سالب 3 في سالب 2 ب6 ناقص 1 في 0 ب0. ادي اول قوس. خش على العنصر اللي بعده في نفس الصف. 4 اشارته في قاعده الاشارات اشارته سالب، يبقى سالب 4. افتح قوس. هنلغي صفه ونلغي عموده، يتبقى لنا محدد رتبه تانية اللي هو 2 1 5 سالب 2. حل يا باشا المحدد. 2 في سالب 2 بسالب 4 ناقص 5 في 1 ب5. خش على العنصر الاخير اللي هو بصفر واشارته موجب زائد صفر، في ايا كان هيديك صفر ملناش مش عايزينه. عشان كده قلت لك اختار صف او عمود فيه صفر. الصفر بيطير القوس بتاعه. 3 في 6 ناقص صفر ب6. 3 في 6 ب 18 ناقص سالب 4 سالب 5 بسالب 9 في سالب 4 بموجب 36. تطلع من دي بتساوي 54، وهو ده قيمة المحدد. تاخد تحل يا محسن؟ حل السؤال ده. هو محسن ده كان طالب شاطر بس أثر في حق نفسه، ما بيذاكرش أول بأول. جه في آخر السنة مش عارف كلمة، بس الحمد لله هنخليه يقفل الرياضة. حل المعادلة الآتية. مديني محدد بيساوي 11. كل الموضوع من الآخر هو عايز عايز قيمة س. هات له يا باشا قيمة س. تعالى ناخد صف أو عمود نبدأ بيه اللي هو 1 0 0. أدي موجب سالب موجب. قاعدة الإشارات ما تنساهاش. خد أول عنصر اللي هو 1 إشارته موجب، في الغي الصف بتاعه والغي العمود بتاعه. 2 س في 1 ب2 س ناقص 1 في 5 ب5. ما تروحش تقول لي بقى هاخد العنصر التاني، ما هو اصفار العنصر الصفر بيضيع القوس بتاعه. هتساوي 11. يبقى 2 س ناقص 5 تساوي 11. من هنا اقول له ان 2 س هتساوي سالب 5 تروح الناحية هناك يبقى 16. يطلع السين
ب8. النوع الثالث محدد المصفوفة المثلثة. هي محدد عادي بس تحت القطر الرئيسي او فوق صفار. يعني ايه؟ يعني القطر الرئيسي اهو، تحته اصفار او فوق صفار عاملين شكل مثلث. هو ده كل الموضوع في محدد المصفوفة المثلثية. يبقى يا باشا تحت او فوق القطر الرئيسي اصفار. طب ايه كمان؟ حله سهل، حله بيساوي حاصل ضرب القطر الرئيسي. يعني ايه؟ يعني المحدد ده هو هيساوي 1/4 في 6. 1/4 ب4، 4 في 6 ب24. محدد بسيط واسهل من السهولة. ايجاد مساحة مثلث عن طريق المحددات. داخل في الموضوع على طول وبيقول لي اوجد باستخدام المحددات مساحة سطح المثلث الذي رؤوسه 1 و2 3 وسالب 4 سالب 2 و3. أول حاجة بتعملها ارسم له محدد، وبعدين اكتب فوق اهو س ص. هترتب كل راس في صف. الصف الأولاني الراس الأولاني 1 و2، الصف الثاني 3 وسالب 4، الصف الثالث سالب 2 و3. طب أنا عندي عمود فاضي أعمل فيه إيه؟ ولا تشغل بالك، حط فيه وحيد أهو 1 1 1. وبعدين اضرب المحدد ده في نص يطلع لك المساحة. بس كده؟ اه والله بس كده. طب يلا نوجد المساحة. ادي النص بره لوحده ونجيب المحدد. هناخد الصف الأولاني موجب سالب موجب، 1 فيه امسح صفه وامسح عموده، يتبقى لك المحدد اللي هو -4 و1 و3 و1. -4 في 1 ب-4 ناقص 3 في 1 ب3. ادي كده اول واحد. العنصر التاني 2 وما تنساش ان اشارته سالب. الغي صفه والغي عموده. 3 في 1 ب3 ناقص -2 في 1 ب-2، وانا عندي سالب تبقى موجب 2 زائد العنصر الاخير اللي هو 1. الغي صفه والغي عموده. 3 في 3 ب9 ناقص -2 في -4 بموجب 8. يبقى يا باشا ادي نص، متنساش تقفل القوس اللي فوق ده. نص فيه -4 سالب 3 سالب 7. عندي هنا 3 زائد 2 5 في -2 بسالب 10. 9 ناقص 8 ب1 في 1 ب1. ماشي، يعني نص. -7 سالب 10 سالب 17 زائد 1 يبقى سالب 16. يبقى هنا المساحة هتساوي -8. ينفع أقول كده؟ أقول له لأ، أقول له إذن المساحة هتساوي، آخد مقياس ميم اللي أنا جايبه يطلع ب8، لأن مفيش مساحة بالدنيا بالسالب نقدر نقول إن الأوضة دي مساحتها -10 متر. لأ، 8 وحدة مساحة أو وحدة مربعة. خش في اللي بعده على طول. باستخدام المحددات اثبت أن النقط اللي هو مديهاني دي تقع على استقامة واحدة. طب أنا هثبت إزاي إنها تقع على استقامة واحدة؟ عشان النقط دي تكون على استقامة واحدة هعمل لها محدد زي ما كنت بعمل في بتاع المثلث من شوية. ادي المحدد س وصاد ورص النقط 4 و4 2 و1 -2 و5 وحط دي وحيد. ولازم ده اهو لازم، شوف، لازم يساوي 0 عشان اقدر اقول ان هم على استقامة واحدة. طب ما تيجي تجيب لي قيمة المحدد ده. يلا هناخد العمود بتاع الوحيد ده عشان يريحني ما اقعدش اضرب في حاجة. اشاراته ايه؟ موجب سالب موجب. ادي 1 فيه 2 في -5 بسالب 10 ناقص -2 في 1 بسالب 2. سالب 2 في سالب تبقى موجب 2. يلا -1 فيه 4 في -5 بسالب 20 ناقص -2 في 4 بسالب 8 يعني موجب 8 زائد الواحد الأخير. 4 في 1 ب4 ناقص 2 في 4 ب8. يلا يا باشا فك لي الكلام ده، الوحيد ملهاش لازمة خلاص. -10 و2 -8. -20 و8 يطلع -12، بس خد بالك ان احنا نضرب بره في -1 -12 في -1 بموجب 12. ماشي، 4 ناقص 8 بسالب 4 في موجب 1 تطلع -4. اجمع دول يا باشا يطلعوا لك 0. اذا ادي يا باشا اذا النقط تقع على استقامة واحدة. الموضوع يا جماعه بتاع الجبر ده اسهل من السهوله والله. الموضوع الاخير في المحددات حل المعادلات الخطيه بطريقه كرامر. ايه طريقه كرامر دي؟ تعالى يا باشا اعرفك، بس قبل ما اعرفك اخد بق ميه انا ومحسن عشان محسن ايه
عطش وشكل فصل منه. في عندي شرط في حل المعادلات الخطيه لازم ابقى عارفه. ايه الشرط ده؟ ان لازم المعادلات تكون مرتبه. يعني ايه مرتبه؟ انا عندي س زائد ص بيساوي 5، دي مترتبه. اللي بعدها مترتبه؟ لا مش مترتبه. هقول له 2 س زائد 5 ص وودي الحد المطلق الناحيه اللي هناك يبقى 16. اذا دي كده مترتبه. هجيب محدد اسمه دلتا. دلتا ده ايه؟ دلتا ده محدد المعاملات. احط فيه معامل س وص 1 و1، وعامل س وص في المعادله الثانيه 2 و5، واجيب قيمه دلتا. محدد عادي من الرتبه الثانيه. 1 في 5 ب5 ناقص 2 يطلع ب3. خلي دلتا ده على جنب. هجيب دلتا س. دلتا س ده ايه؟ ده المحدد اللي هشيل فيه كل السينات واحط الحد المطلق. نزل الصادات زي ما هي 1 و5، شيل كل السينات وحط الحد المطلق اللي هو ايه؟ 5 وموجب 16. اضرب يا باشا 5 في 5 ب25 ناقص 16 في 1 ب16 يطلع ده ب9. هات دلتا ص، شيل الصاد وحط الحد المطلق. يبقى هنزل معاملات السين زي ما هي، هنا 1 وهنا 2، ونزل الحدود المطلقة اللي هم 5 و16. 1 في 16 ب16 ناقص 2 في 5 ب10، يعني ده ب6. أعمل إيه بقى عشان أجيب السين والصاد؟ قال لك السين هتساوي والصاد هتساوي. السين هتساوي دلتا س على دلتا، والصاد هتساوي دلتا ص على دلتا. دلتا س بكام؟ ب9. دلتا نفسها بكام؟ ب3، تطلع دي ب3. دلتا ص بكام؟ ب6. والدلتا نفسها بكام؟ ب3. 6 على 3 هتطلع 2. إذا مجموعة الحل هتساوي 2 و3. مديني برضو 3 معادلات مترتبين وعايز قيمة س وص وعين. هما مترتبين جاهزين، إذا هرتاح. أقول له دلتا الأول. حط يا باشا رص الرصة بتاعتك -1 3 1 3 -2 -1 1 1 2. ده انا جبته منين؟ من المعادله. معاملات س وص وعين في ال3 معادلات. هجيب قيمه الدلتا ده، احط -1. يلا يا باشا، -2 في 2 ب-4 ناقص -1 في -1 ب-1 ومعانا سالب يبقى موجب 1 ناقص 3 في 3 في 1 ب3 ناقص -2 في 1 -2 في 1 ب-2 وعندي سالب تبقى موجب 2 زائد 1 في 3 في 1 ب3 -2 في 1 ب-2 برضه تبقى بموجب 2. ده كله يطلع ايه؟ -4 زائد 1 ب-3 في -1 اللي بره تبقى 3 ناقص 2 زائد 3 5 في 3 ب15 زائد 2 و3 5 يطلع هنا 13. ده قيمة الدلتا. عايزين احنا هنا دلتا س ودلتا ص ودلتا ع. دلتا س هنشيل عناصر س وننزل المحدد زي ما هو ونحط مكان عناصر س الحدود المطلقة. بالمثل برضه في دلتا ص ودلتا ع. وعشان ما اطولش عليك، قيمة كل محدد من دول دلتا س ب5 ودلتا ص طلعت ب3 ودلتا ع طلعت ب-4. يعني س هتساوي دلتا س على دلتا. دلتا كانت ب13، يعني ده 5 على 13، والصاد هتساوي 3 على 13، والعين هتساوي -4 على 13. إذا مجموعة الحل هتساوي 5 على 13 3 على 13 -4 على 13. خلصنا من المسألة. قال لك بقى يا سيدي في حاجة كانت في المصفوفات بس كان لازم ناخدها في الآخر، لأن كان لازم نعرف المحددات الأول لأن بنشتغلها بالمحددات، وهي المعكوس الضربي للمصفوفة. مديني المصفوفة أ 2 و-1 و3 و0 وعايز يجيب المعكوس الضربي بتاعها. قام مديني تحت شويه شروط. قال لك لازم تجيب دلتا وهي محدد المصفوفه. ماشي سهل، عمالين نجيب دلتا. قال لك دلتا دي لازم ما تكونش بتساوي الصفر. لو بتساوي الصفر مالوش معكوس ضربي، يبقى لازم ما تساويش الصفر. اعمل ايه في الاخر؟ هقول له المعكوس الضربي هيساوي 1 على دلتا في المصفوفه الاصليه. تعال نجيب دلتا الاول من المصفوفه دي. ادي 2 -1 3 0. 2 في 0 في 0 ناقص 3 في -1 ب-3 في سالب بموجب تبقى بتساوي 3. خلاص جبنا دلتا. نخش على الخطوه اللي بعدها، بس لازم تبقى عارف ان الالف دي مش المصفوفه الاصليه بس، ده المصفوفه الاصليه معدله. يعني ايه معدله؟ قال لك يا سيدي بتاخد المصفوفه الاصليه تبدل القطر الرئيسي وتغير اشارات الفرعي. يعني ايه؟ يعني أ أس -1 هتساوي
تلت اللي هو 1 على دلتا، في المصفوفة الأصلية كانت 2 سالب 1 3 0. بدل القطر الرئيسي يبقى الصفر مكان ال2. غير إشارات القطر الفرعي، السالب 1 تبقى 1 والتلاتة تبقى سالب 3. يبقى تلت في صفر بصفر، تلت في 1 بتلت، تلت في سالب 3 بسالب 1، تلت في 2 ب2 على 3. بيقول لي اوجد قيمة س التي تجعل للمصفوفة دي معكوس ضربي. احنا قلنا طالما ليها معكوس ضربي يبقى الدلتا ما بتساويش صفر. يبقى انا عايز اجيب قيمة س اللي تخلي الدلتا ما بتساويش صفر. هات يا باشا الدلتا هتساوي المحدد، خلاص مش هنقعد نرسم بقى، س في س بس تربيع ناقص 2 في 8 ب 16. انا عايز دي لا تساوي الصفر، حلها على انها معادلة. يبقى س تربيع لا تساوي 16، يبقى س لا تساوي موجب وسالب 4. يبقى إذا هنا س تنتمي لكل الأعداد الحقيقية ما عدا سالب 4 و4. المثال اللي تحت العكس بيقول لي اوجد قيمة س اللي تخليها ملهاش معكوس ضربي، يعني تخلي الدلتا بصفر. هات الدلتا، س تربيع ناقص 4 في 9 ب 36، دي تساوي صفر. يبقى السين من الاخر بقى هتساوي موجب وسالب 6. من الاخر مش هنقعد نحور لها وندخل في تفاصيل. ادي يا سيدي حاجه برضو اسمها حل المعادلات المصفوفيه. لو قال لي س في المصفوفه دي بيساوي المصفوفه دي، اوجد قيمه س. اولا انت عندك اللي مزاحم السين مصفوفه، عايز توديها الناحيه اللي هناك. واحد يقول لي طب ما نضرب السين جوه المصفوفه وده عدد نوزعه في المصفوفه. يا ابني السين دي مصفوفه، السين دي مش عدد، هو السين دي مصفوفه. انا متضايق من المصفوفه دي. تعالى بس اشرح لك حاجه بسيطه. لو المصفوفه س في أ تساوي ب، هل ينفع اقول ان الس هتساوي ب في أ أس ماينس 1؟ قسمت على أ في الناحيتين، ينفع؟ ينفع. طب هل ينفع اقول ان الس ده اهي تساوي أ أس ماينس 1 في ب؟ لا ما ينفعش. امال انا عندي المصفوفه اللي مضايقه السين دي، لو هي ورا السين احطها هناك ورا المصفوفه الثانيه. طب لو هي قبل السين احطها في الطرف الثاني قبل المصفوفه الثانيه، احطها في نفس المكان اللي هي فيه، بس هتبقى معكوسه. اذا انا هنا اللي مضايقني المصفوفه دي، وليكن دي أ، فانا عايز اجيب أ ماينس 1. هجيب الاول المحدد، 3 في 3 ب 9 ناقص صفر، يعني المحدد ب9. اذا أ ماينس 1 هتساوي 1 على 9. 1 على 9 في ايه؟ غير القطر الرئيسي مش هتفرق، هو 3 و3. بدل اشارات القطر الفرعي صفر وسالب 7، تطلع دي ب3 على 9 سالب 7 على 9 صفر. 3 على 9، 3 على 9 و3 على 9 دي يعني تلت، عشان نوفر على نفسنا. يبقى كل اللي انا عايزه ايه لما اقول س هتساوي 3 10 صفر 3 في تلت سالب 7 على 9 صفر تلت. 10 في صفر بصفر. خد نفس الصف بس مع العمود التاني. 3 في سالب 7 على 9 على 3 في الواحد على 3 في 3 طلعت سالب 7 على 3 زائد 10 في 1 على 3 يعني 10 على 3. تحت خد الصف اللي تحت، صفر في تلت بصفر زائد 3 في صفر بصفر. يلا صفر في سالب 7 على 9 بصفر زائد 3 في تلت بواحد. حل لي بقى الموضوع ده كله. 1 زائد صفر بواحد، وصفر زائد صفر بصفر، 1 زائد صفر بواحد. طب واللي فوق 10 على 3 ناقص 7 على 3، 10 ناقص 7 ب 3، 3 على 3 اللي هي بايه؟ بواحد. طلعت في الاخر المصفوفه اللي احنا عمالين ننحى على دي 1 1 0 1. نيجي برضو على حاجه مهمه اسمها حل معادلتين باستخدام المصفوفات، وده برضو كان لازم ناخد فيه المحددات الاول عشان نوصل له. مديني معادلتين وما شاء الله عليهم مترتبين، عايز يحلهم باستخدام المصفوفات. جايب لي حاجه في الجنب اهي بسيطه هتوضح لي الموضوع. مصفوفه معاملات في مصفوفه مجاهيل تساوي مصفوفه ثوابت. يعني ايه الكلام ده؟ ادي المصفوفه بتاع المعاملات س وصاد 3 و7 بتاع المعادله الاولانيه. طب المعادله الثانيه 2 و5 ماشي. في مصفوفه مجاهيل، انا ايه المجاهيل اللي عندي في المعادله؟ س وصاد ماشي، هتساوي مصفوفة ثوابت. الثوابت عندي ايه؟ 2 و1. طب انا استفدت ايه لما عملت الكلام ده؟ استفدت ان انت عندك مصفوفة س وصاد
هنخليها مكانها ونودي المصفوفة اللي جنبها معكوسة الناحية اللي هناك. هنوديها ازاي؟ تعال نجيب الأول الدلتا بتاعتها. دلتا بتساوي 3 في 5 ب15 ناقص 2 في 7 ب14، يعني الدلتا بواحد، ريحتني من ده كله. طب وبعدين هقول له المعكوس الضرب بتاع المصفوفة اللي هو أ ماينس 1 هيساوي 1 على 1 بواحد، وغير يلا القطر الرئيسي بتاع المصفوفة، الخمسة تنزل مكان التلاتة والتلاتة تروح مكان الخمسة، وغير الإشارات بتاع القطر الفرعي -7 و-2. ماشي، جبنا أ ماينس 1. أقدر أقول إن س قصاد المصفوفة دي هتساوي، قلنا هي فين جنب المجهول تروح هناك الناحية التانية في نفس الموقع، هي هنا قبل السين وصاد تروح الناحية التانية قبل المصفوفة اللي موجودة هناك. يعني إيه الكلام ده؟ يعني 5 -7 -2 3 نضربها في 2 و1. يا هندسة هو احنا ينفع نضرب المصفوفتين؟ يا ابني ايه اللي يخلينا ما ينفعش نضربهم؟ المصفوفة الأولانية 2 في 2 والمصفوفة التانية 2 في 1. المصفوفة الأولانية ناهية زي المصفوفة التانية ما بادئة، إذا المصفوفة الناتجة هتبقى 2 في 1 ولا هيهزني. طيب يلا اضرب له الكلام ده يا باشا. 5 في 2 ب10 -7 في 1 -7 -2 في 2 -4 3 في 1 ب3، يعني دي هتطلع 10 ناقص 7 3 -4 و1 تطلع -1، وجبت له قيمة المصفوفة س وص. آخر حاجة عندنا بقى المتباينات والبرمجة الخطية. بيقول لي وضح بيانيا مجموعة حل المتباينة 3 س زائد 1 أكبر من أو يساوي 7 مرة في ح ومرة في ح في ح. بتاعت ح دي احنا خدناها الترم الأول لما كنا بنقول 3 س زائد 1 أكبر من أو تساوي 7، أودي الواحد هناك تبقى 3 س أكبر من أو يساوي 6، يبقى السين أكبر من أو يساوي 2. كنا بنرسم خط الأعداد، ودي موجب ما لا نهاية ودي سالب ما لا نهاية، وكنت بروح عند الاتنين وأقول له دي فترة مغلقة لأن الاتنين هنا أكبر من أو يساوي، وأقول له دي التمثيل البياني اللي هو عايزه. طب في ح دي هعمل فيها إيه؟ هروح من أول س أكبر من أو يساوي 2 دي وأقول له السين هتساوي 2، وأروح أرسم له الشبكة بتاعتي واقول له ان س بيساوي 2 ده كان بيبقى مستقيم بيوازي الصادات. طب وبعدين انا عايز احدد مجموعة الحل هنا، احددها ازاي؟ موضوع بسيط، مش هي س اكبر من او تساوي 2؟ خلاص انا عندي من عند الاتنين واحنا رايحين، هو ده يا باشا مجموعة الحل. اقول له مجموعة الحل تساوي المنطقة المظللة. بس كده هندسة؟ والله بس يا ابني. حابب اوضح بس نقطة هنا يا شباب، في مجموعة الحل مش المنطقة المظللة بس، المفروض المستقيم اللي هو س بيساوي 2 هنسميه وليكن مثلا المستقيم لام او الف او ب ايا كان الاسم يعني. مجموعة الحل هيبقى المستقيم لام اتحاد المنطقة المظللة، لانه في المتباينة الاصلية جايب لي ان 3 س زائد 1 اكبر من او يساوي 7، فعشان اكبر من او يساوي دي هنخلي المستقيم لام يدخل في مجموعة الحل. لو كانت اكبر من بس او اصغر من بس المستقيم مش بيدخل في مجموعة الحل. تعال نخش ونكمل. جايب لي هنا متباينة ص ناقص 2 س اصغر من 2. المرة اللي فاتت كان مجهول واحد، المرة دي مجهولين. هعمل ايه؟ عايزها برضو في ح بسيط، حول لمعادلة ص ناقص 2 س تساوي 2. وبعدين هات يا باشا جدول صغير نعمل بيه نقطتين، ادي س وادي ص. عوض مرة عن السين بصفر والصاد بصفر. لو عوضنا عن السين بصفر الصاد تطلع ب2، ولو عوضنا عن الصاد بصفر السين تطلع بسالب1. هروح يا باشا ارسم له واعوض له عن النقط دي، س بصفر وصاد ب2، ادي اول نقطة 0 و2. السين بسالب1 والصاد بصفر، يعني هنا واجي اقول له اهو ادي يا باشا الموضوع بتاعنا. خلصت؟ لا ما خلصتش، هنا لازم تعمل اختبار تعوض عن نقطة عشان تشوف الجزء المظلل بتاعك على يمين المستقيم ولا شماله. هاخد 0 و0، هعوض عن النقطة 0 و0، خد دايما نقطة الأصل هي المرجع. لو أنا عوضت عن السين بصفر والصاد بصفر يبقى 0 ناقص 2 في 0. ده أكبر منه ولا أصغر من 2؟ دي بتحقق المتباينة ولا لأ؟ لما 0 و0 دول أصغر من الاتنين؟ أصغر من الاتنين، إذا نقطة الأصل معايا، إذا مجموعة الحل بتاعي هو الجزء المظلل.
خلصنا؟ يا سيدي خلصنا. طب المرة اللي فاتت كان بيجيب لي متباينة واحدة، المرة دي جايب لي متباينتين، هعمل فيهم ايه؟ عادي ولا يهمني. خد يا باشا ص ناقص 2 س تساوي 6، واعمل لها الجدول بتاعها متزعلش حد منك. س وصاد، مرة الس بصفر ومرة الصاد بصفر. لو الس بصفر الصاد بستة، ولو الصاد بصفر الس بسالب 3. طيب يلا على المتباينة التانية، ص زائد 3 س تساوي -1. يلا اهو الجدول بتاعها متزعلش حد منك. س وصاد صفر وصفر، عوض عن الس بصفر تطلع الصاد بسالب 1، عوض عن الصاد بصفر تطلع الس بسالب تلت. يلا يا باشا مثل لي الاتنين مع بعض اهو. الاولاني صفر وستة، ادي صفر وستة ادي اول نقطة، والتاني -3 وصفر، ادي -3 وصفر. والنقطة التانية بتاع المتباينة التانية صفر وسالب 1، ادي صفر وسالب 1. النقطة الأولانية خليها بالأحمر أهو، صفر وسالب 1. وسالب تلت وصفر، سالب تلت في الحتة دي كده وصفر. يلا يا باشا أهو أدي الأولاني، وبعدين أهو أدي المنحنى، أدي المستقيم التاني. يلا يا باشا عايزين نعمل إيه؟ عايزين نحقق بقى نشوف المنطقة المظللة فين. عوض عن صفر وصفر المتباين الأولاني، شوف اتحقق ولا لأ. صفر ناقص 2 في صفر يعني صفر أكبر من الستة؟ لأ، إذا ما بتحققهاش. طب صفر زائد 3 في صفر أصغر من -1؟ لأ، يبقى ما بتحققهاش. يبقى أنا كل الموضوع عندي فين؟ أنا هاخد تقاطع المتباينتين مع بعض بس. إذا الجزء المظلل عندي هو مجموعة الحل الجزء المظلل. والله الموضوع بسيط. ناخد بق ميه الاول لان الواحد بصراحه ايه تعب وفرهد منكم. اشرب يا محسن، اشرب يا حبيب قلبي. اهو محسن شرب وانتوا لسه ما شربتوش. مش عارف دي دموعك يا محسن؟ ما علينا. لو جه قال لي بقى 3 متباينات البعبع، وجي في الاخر كمان قال لي ثم اوجد القيمه الصغرى لداله الهدف ر بيساوي 2 س زائد 3 ص. انا مش فاهم ايه الهم ده يا عم، ولا يهمك. يلا تعالى. المتباينة الأولانية س أكبر من أو يساوي 2، والتانية ص أكبر من أو يساوي 1، والتالتة س زائد ص أصغر من 5. تعالى يا باشا، س هتساوي 2، وده ص هتساوي 1، وده س زائد ص هتساوي 5. يلا يا باشا عايزين نرسم، ومفيش أحلى من الرسم. س بيساوي 2 ده بيبقى مستقيم بيوازي محور الصادات، وص بيساوي 1 مستقيم بيوازي محور السينات. وس زائد ص دي هنعمل لها جدول. يلا ادي الجدول بتاعها، س وصاد صفر وصفر. عوض عن الس بصفر تطلع الصاد ب5، عوض عن الصاد بصفر تطلع الس ب5. يبقى أول نقطة عندي صفر و5 و5 وصفر. يلا يا باشا مثل ادي اهو، وتيجي تبص تلاقي التلات مستقيمات متقاطعين فين؟ اهو المثلث اهو، هو ده مجموعة الحل. مجموعة الحل الجزء المظلل. طب وبعدين لسه انت كده خلصت نص الحل. عايزين نعمل ايه؟ عايزين نجيب دالة الهدف. اعمل ايه بدالة الهدف دي؟ اخد الرؤوس بتاع التقاطع. طلع عندي 3 رؤوس. لو انت بتحل بقى في كراسة رسم بياني هتعرف ان الراس الاولانية 2 و1، والراس التانية 4 و1، والراس التالتة 2 و3. اعمل بيهم ايه؟ اعوض عنهم في دالة الهدف. ر1 هنسمي النقطة دي 1، ودي 2، ودي 3. ر1 عوض يا باشا في ر بأول نقطة، 2 في 2 زائد 3 في 1. 2 في 2 ب4 و3 7. ر2 هتساوي 2 في 4 زائد 3 في 1. 2 في 4 ب12 زائد 3 15. يلا هات ر3. 2 في 2 زائد 3 في 3. 2 في 2 ب4 و3 في 3 ب9 يعني 13. هو عايز ايه؟ تعال نبص فوق ايه كان طالب مننا ايه. ثم اوجد القيمة الصغرى لدالة الهدف. ماشي يا باشا،
انا عندي 3 قيم اهو، 7 15 13. فين القيمه الصغرى فيهم؟ اكيد رقم 7. هقول له اذا القيمه الصغرى لدالة الهدف تساوي 7 عند النقطة 2 و1. وتيجي تبص يا صاحبي تلاقي نفسك انت ومحسن خلصتوا شرح منهج الجبر. هل انت شايف الموضوع صعب؟ هل انت شايف ان انت لو ما قعدتش على الحصة ده ايه فرتكتها؟ مش عارف الحصة بصراحة يعني مدتها قد ايه، ساعة ولا ساعوي ولا اقل من ساعة، ما اعرفش بصراحة. بس انا شايف ان الموضوع بسيط وانت تقدر تحلها في ليلة. يعني لو خدت ليلة واحدة بس للجبر الشرح مع حصة الحل اللي انا هنزلها لك كمان، هتلاقي نفسك لو جالك اتخن مسألة في الجبر هتعدي عليك بسهولة. كل المطلوب منك تذاكر وتعمل اللي عليك وما تبقاش زي محسن وتراكم. ذاكر اول باول واستنى حصل الحل، وبلغ زمايلك المراجعه النهائيه بتتشرح بشكل مجاني تماما على القناه. وما تنساش تدخل جروب الواتساب وتبعت لينكه لكل اصحابك، هبقى سايبه لك تحت في الوصف. ولو عايز الحل بشده اكتب لي تحت انك عايز الحل، لان صدقني لو الفيديو ده محدش شافه ومفيش ناس كتير قالت لي انا عايز الحل مش هعمل الحل. اشوفكم الحصه الجايه ان شاء الله على خير، والسلام عليكم.